دلوقتي الناس اللي تيجي تقول لك ركز النهارده تمام وخليك ماشي اليوم بيومه تمام، وسيبك من بكره وعيش اليوم بيومه تمام ومشي الدنيا. هما كلمتين تمام بموقفين هحكوهم لك، وعايز تفهمهم وتاخدهم تمام، مش عايز يا عم اسمع بس الفيديو للاخر، ولو مش عايزهم كأنك ما سمعتش حاجه. حلو. اول حاجه، انت دلوقتي طالب تمام، انت كطالب تمام. كل اللي تعرفه ان انت قالوا لك ان انت تعيش اليوم بيومه، كله بقى بيقول لك عيش اليوم بيومه بقى، ولما تتخرج هتتسهل، يعني ربنا هيكرم لما تتخرج. فتروح انت بقى ايه، مركز في الدراسه. انت دلوقتي في اي كليه، في اي جامعه، مركز في الدراسه، فتروح جايب يا باشا الجي بي اي بتاعك 4/4، يعني حرفيا 4/4، 3.9، ايا كان. انت راجل جايب جيد جدا ومتفوق جدا تمام، وركزت في الدراسه. تيجي يا باشا او تيجي انت تدخل الجيش، بعد الجيش تقعد تقدم في الشركات. انت دلوقتي كشاب او كواحده في مقتبل العمر تمام، عايز تشتغل في شركه كويسه، معرفش عشان تعمل فلوس، عشان تبني الشقه، عشان تشتري الذهب اللي بقى ب 7000 جنيه، مش هتتجوز في الاخر. المهم يعني وانت برضو محتاجه تكوني مستقبلك كده، ومعرفش حوشي كام قرش تجيب الميك اب وتعملي السكين كير بتاعك والجو ده. طب بالله عليكي، يعني انت عايز تشتغلي يعني في شركه كويسه، الشركه الكويسه دي مثلا بره مصر، طب انت هتشتغلي بيها بالجي بي اي بتاعك اللي هو 4؟ لا بجد والله لا. هتشتغلي فيها ازاي؟ هتشتغلي فيها ان انت عندك لغه جنب دراستك، وجنب ان انت شاطره، انت عندك لغه. فتخيل انت دلوقتي ركزت في الكليه بس وما اتعلمتش لغه، وحابب تطلع تشتغل في شركه بره مصر، يا حبيبي فين اللغه بتاعتك؟ فهيجي بقى الشركه تقول لك ايه، اتنين بقى هيقدموا، يعني تخيل معايا اتنين هيقدموا، واحد فيهم شاطر والتاني شاطر برضه تمام، بس ده اللغه بتاعته قويه والتقدير بتاعه في الكليه مقبول، بس اللغه قويه. والشخص التاني اللغه بتاعته ضعيفه بس تقديره في الكليه امتياز، الجي بي اي بتاعه 3.9. بالله عليك انت كصاحب شركه هتوظف مين؟ هتوظف اللي جايب مقبول وشاطر وعنده لغه، ولا هتوظف الشاطر اللي ما عندهوش لغه واللي جايب امتياز؟ يعني انت هتوظف مين فيهم؟ اكيد 100% هتوظف الشخص الاولاني اللي جايب مقبول بس عنده لغه، عشان هيمشي لك الدنيا في الشركه بتاعتك، ومش هتعطل وهتشتغل وهتعمل فلوس. حلو. يبقى انت يا باشا، انت وانت في الكليه انت بتذاكر لبعدين، انت بتبني مستقبلك لبعدين، انت مفكر في اللي هيجي بعدين، انت مفكر في ان انت بكره بعد عايز تشتغل في شركه كويسه، فيلا بينا نتعلم الماني. انا عايز اروح المانيا واشتغل في مستشفى كويسه، يلا بينا نتعلم الماني. لكن اخليني في اليوم نفسه واعيش الوقت نفسه واقول لا والله ده بكره يمكن ربنا يكرم؟ طب ربنا هيكرم منين وانت ما تعبتش وانت ركزت في اليوم نفسه؟ يعني يا فرحتي بيك والله وانت جايب جي بي اي 3.9 بس انت اللغه الالمانيه بتاعتك مش كويسه، مش هتعرف تسافر. بس هفرح فعلا لو انت الجي بي اي بتاعك 2 وكسر، بس اللغه الالمانيه بتاعتك كويسه، هتعرف تسافر وهتعرف تعمل فلوس وهتعرف تعمل ملايين وهتعرف تفتح بيزنس. فعايز اقول لك بص لقدام شويه، بالله عليك ما تبص لدلوقتي، بالله عليك، لان دلوقتي هو بيمشي. يعني انت باصص للنهارده، النهارده ده كمان 24 ساعه هو بقى ماضي. يعني النهارده اللي انت عايشه، اللي انت باصص له، واللي انت مركز فيه وعامل فوكس عليه، هو خلاص 24 ساعه وهيمشي. لكن المستقبل لسه جاي، فانت ايه، بتجهز اللي هيوديك للمستقبل، بتجهز الحاجه اللي هتوديك للمستقبل. فبالله عليك ما تبصش للنهارده وبص لقدام دايما. عشان ايه؟ عشان لما تيجي بكره وبعده ما تندمش يا حلو وتقول والله انا ما كنتش عامل حسابي. ما هو يا ابني والله طبيعي ما تكونش عامل حسابك. يعني انت واحد دلوقتي طالع من الكليه، كل اللي انت فرحان بيه ان انت طالع الاول على الدفعه، بس انت ما رمتش لقدام، انت ما اشتغلتش عشان تكون خبره او تكون يبقى عندك لغه تطلع مثلا قدام تشتغل في شركه كويسه. انت ما اجتهدتش ان انت يبقى عندك اكسبيرينس وخبره ان انت بكره وبعده تروح لشركات تقبلك على طول.
لا انت قاعد زي الحمار، معلش والله انا اسف تاني، انت قاعد برضه زي الحمار. تمام، انت مركز لي بقى ايه في الكليه، ولا بتنزل تدريب ولا بتتعلم لغه. لا انت مركز، انا حمار، انا هجيب يعني انا الجي بي اي بتاعي هيبقى 4، لازم انا الجي بي اي بتاعي هيبقى 3. والله بجد لو انت بتفكر في كده يعني راجع تفكيرك. يعني يعني والله انا داخل الكليه هجيب جي بي اي 3.9 لكن اللغه لا، اللغه بعدين. طيب يا التدريب بقى، انزل اتدرب في مستشفى، انزل اتدرب في اي حاجه. لا 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 لا، بعدين يا راجل، بعدين في الامتياز، يعني بعدين يا راجل. الامتياز هيجي، ولما اطلع بقى من الجيش اخلص الجيش بقى ايه، هيستنوني اروح متعلم بقى الاي سي يو، ولا بقى تشتغل بقى في بنك اجرب بقى الشغل بتاع. هيستنوني، امال ايه هيستنوني. والبت اللي انا عايزها وعايز اخطبها هتستناني، هتستناني ان انا اروح ايه يعني اتدرب بقى ولسه اتعلم، هتستناني يعني بجد والله تستناك. يعني طب يعني هل انت مستعد تواجه الحياة دي؟ فيا حبيبي بص لقدام، يعني ما تبصش تحت رجليك بالله عليك، ما تبصش في النهارده وخليك باصص لبكره. تاني حاجة، تخيل دلوقتي انت موظف عادي، موظف تمام، تاخد 8000 جنيه في الشهر، بتاخد 8000 جنيه في الشهر، ومراتك حامل، ومراتك الحامل دي يا باشا هتولد يوم 25 في الشهر. النهارده 1 في الشهر، وانت خلاص معاك المرتب تمام، ومراتك دي يوم 25 في الشهر هتولد. تمام، هتولد يوم 25. فرحت انت قلت والله انا الفلوس اللي معايا دي هاكل واشرب بيها واعيش اليوم بيومه، واروح اشتري هدوم لنفسي تمام، وهعمل. تيجي يا باشا اخر الشهر تمام، ما تلاقيش فلوس ان انت مثلا تدفع لها حق الولاده. ليه ما تلاقيش فلوس؟ لان انت غبي. يعني انا اسف والله، انا اسف، بس لان انت عشت اليوم بيوم وفكرت في اليوم نفسه. يعني بجد والله، يعني ليه؟ يعني انت دلوقتي ليه ما عندكش نظرة مستقبلية؟ ليه تعيش اليوم بيوم؟ طب ماشي، انت دلوقتي واحد عايز تعيش اليوم بيوم، طب يا حبيبي اشتغل قبلها واعمل مجهود واعمل فلوس ضخمة تمام، عشان لما مراتك تولد تروح تحط الفلوس اللي انت عاملها دي عادي، يبقى حاجة لا تذكر بالنسبة لك. لكن انت تبقى عادي، شخص عادي ما عندكش ملايين، شخص في اللي هو ايه، في الرينج الطبيعي، يعني من عامة الشعب، وتيجي تقول لي هعيش اليوم بيوم. لا ده انت لازم تفكر في مستقبلك جدا، لازم جدا. ما تفكرش في اليوم اللي انت عايشه، ما تفكرش في اليوم اللي انت عايشه، اليوم اللي انت عايشه انت خلاص انت عايشه، واليوم اللي فات هو خلاص فات. انت تفكر في بكره، فكر في بكره. بالله عليك ما تسمع للناس اللي تقول لك عيش اليوم بيومه، بالله عليك ما تسمع للناس اللي بتقول لك عيش النهارده وما سيبك من بكره. هقول لك على حاجه، هتيجي اخر الشهر هتتزنق، مش هتلاقي ليه؟ لان انت عشت اليوم بيوم يا باشا، انت ما فكرتش مستقبلا يوم 25 في الشهر ايه اللي هيحصل. بس يا عم هو ده اللي انا عايز اقوله لك.